السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أقل من 48 ساعة 5 من أشهر التيك توكرز اتقبض عليهم. فيديوهاتهم كانت بتجيب ملايين المشاهدات ودلوقتي بقوا في التحقيق. يا ترى إيه اللي حصل؟ خليني أقول لك كل حاجة من البداية. رقم واحد، شاكر محظور دلوقتي. القبض على صانع المحتوى محمد شاكر والمعروف باسم شاكر محظور دلوقتي بتاريخ 3 أغسطس 2025 في إحدى المقاهي الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكان السبب نشر محتوى خادش للحياء العام عبر فيديوهات التيك توك وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ده غير الحشيش والآيس اللي بحوزته. رقم 2، محمد خالد. القبض عليه تم في 2 أغسطس 2025 بمحافظة القليوبية بناء على بلاغات ونشر مواد مرفوضة أخلاقيا. التهم موجهة ضده تشمل المخدرات وخرق الآداب العامة وغسيل أموال والأصول المالية غير معلنة. رقم 3، علياء قمر. ودي اتقبض عليها لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. رقم 4، أم سجدة. وكمان دي اتقبض عليها بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياة والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. رقم 5، سوزي الأردنية. ودي اسمها الحقيقي مريم أيمن، ودي اتسجنت لنشرها أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية لقيامها بنشر فيديوهات فيها ترويج لوظائف خارج مصر بتتضمن معلومات خاطئة. في النهاية أحب أقول كل التحية لكل الرجال الداخلية لقيامهم ببذل مجهود عظيم للمحافظة على الوطن. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل إعجاب واشتراك عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول.